إذن بالنسبة لبرنامج تاج الخاص بالحملة الانتخابية هو برنامج بني على أساس مثل ما تشوفوا معا من أجل الانتخابات أو إنجاح الانتخابات، من أجل جزائر آمنة قوية وشامخة. آمنة لأننا نعلم حقا بهذا الأمن الذي يجب أن نثبته ويجب أن نحرص عليه في وقت أصبح التكالب على كل الشعوب التي تعرف استقرار، والمستهدف دائما هذه المنطقة التي توقع النزاعات طبعا، والجزائر تتواجد في موقع تحسن ولكن كذلك موقع يعرف الكثير من التجاذبات والتداخلات. قوية اقتصاديا، قوية ثقافيا، قوية رياضيا، قوية في كل المجالات، هذا مهم جدا، وشامخة ذلك بدفاعها على وعلى القضايا العادلة بتاريخ المجيد، كذلك بقراراتها ومواقفها الثابتة أمام الأمم، شامخة دائما بكل ما تملكه من مقدرات، بكل ما تملكه كذلك من عنصر بشري قوي جدا داخل وخارج الوطن. لا يجب أن ننسى جاليتنا في المهجر، والتي هي جزء من صناعة الجزائر، جزء من نجاح الجزائر، جزء من حاضر الجزائر ومستقبله، وجزء كذلك مهم جدا في الخريطة السياسية، وجزء مهم في إنجاح الانتخابات الرئاسية، لأن حزب تجمع بالجزائر تاج كذلك له من خلال هذا البرنامج راح يكون فيه تجمع خاص بالجالية في منطقة جنوب فرنسا مارسيليا، التي تعرف بالكثافة الكبيرة للجالية الجزائرية، متحمسين كثيرا برغم يعني لا ينتظرون أي شيء، يصنعون النفوس، يعرفون كيف يبرزون الجزائر ويبرزون حبهم للجزائر، وخاصة أن التعامل مع الجالية أو كل ما يهم انشغالات الجالية عرف مراحل إيجابية، وعرف الكثير من إذابة الكثير من المصاعب وكثير من العراقيل التي جعلت الجالية تقترب أكثر وتريد دائما أن يكون لها دور في أن نفتح هذه الأبواب. وهذا الشيء أنا نشوفه حتى بالنسبة للرياضة كيف غيرت الأمور حتى جنسيتها الرياضية يحتضنها بلدها الأم، بلدها الجزائر. إذا أظن في كل بقاع العالم هناك قلوب تنبض بالجزائر وتنبض من أجل هذا العلم، لا نعرف سحره وكيف يمتلكنا، لأننا حقيقة نحمل هذه الجزائر في قلوبنا أكثر مما نحملها ربما فيما نقوم به. إذن يجب أن يكون ما نفعله قوي جدا بالنسبة لهذا الحب الذي كنه لبلدنا.